الشهر اللي فات كان معايا 1000 جنيه وقررت ان انا اعمل بيهم 3 حاجات. رقم واحد، اشتريت كيلو فراخ بانيه ب 250 جنيه. رقم اتنين، اشتريت نص كيلو كبده ب 250 جنيه وكبده بتلو مش كبده هوهو. رقم 3، رحت كشفت عند الدكتور ودفعت 500 جنيه تمن الكشف. يبقى انا صرفت ال 1000 جنيه في 3 حاجات، سلعتين وخدمه، سلعه الفراخ وسلعه الكبده والخدمه اللي هي العلاج. جيت الشهر ده بال1000 جنيه برضو عايز اعمل لنفس الثلاث حاجات. رحت اشتري الفراخ البانيه لقيتها ب 275 جنيه ولقيت الكبده ب 275، والدكتور زود الكشف من 500 الى 550. يبقى انا محتاج الشهر ده 1100 علشان اجيب نفس اللي خدته الشهر اللي فات. يبقى انا كده في تضخم حصل بنسبه زياده 10%. هو ده التضخم. التضخم ان قيمه الفلوس بتقل، قيمه ال1000 جنيه اللي معايا الشهر ده قلت عن الشهر اللي فات. ليه؟ لان كانت الشهر اللي فات بتجيب لي حاجات كتير، الشهر ده مش قادره تجيبها. رقم اتنين، ده يؤدي الى انعدام القوه الشرائيه للافراد، لان انا كده يا اما هضحي بالكبده يا اما هضحي بالبانيه يا اما مش هروح للدكتور.